السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل مع أحمد إسماعيل. النهاردة خرج من السجن سيادة المستشار مرتضى منصور. خرج في اليوم الرابع من رمضان. خرج وش السعد على الزمالك بخروجه بالتلاتة، يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة. يعني يا جماعة منافس ازاي؟ لا وايه وشه مش سعد على الزمالك بس، وشه كمان على اللي هو اختهم ولا بنت خالتهم بيراميدز. يعني يوم النهارده غريب، يوم جميل، يوم يعني دول منافسين. يعني تخيل دول منافسين يعني وبعدين هفضل اقولها، يعني انت ربنا ما يكرمكش بسبب النوايا. انت ربنا ما يكرمكش بسبب النوايا. شوف نواياك، يعني بتخرج بالثلاثه وبتشيل ثلاثه. دي تالت ثلاثه في الدوري تقريبا او في اللعب المصري كله، ثلاثه. فخروج مرتضى منصور النهارده يعني كفاره ريس. وقال لك هيطلع الساعه 11. طب بعد الهزيمه هيطلع ولا هيستخبى ولا ايه الوضع؟ مش عارفين. ف فخرج صديق بدعوة الأمهات، كل أمهات الزملكاوية، كل حبايبه. خرج بدعوات كل الزملكاوية، آه، وهو الأسد، وهو اللي هيكشف الحقيقة تاني. آه، الراجل ده غريب يا جماعة. خروجه طبعا كاس الرابطة اللي الأهلي بيعمل له حس وصيت، خرج فرقتين المفروض منافسين مع السلامة. أداء ولا يا جماعة؟ بنك الأهلي بيتلاعب في آخر الماتش، يعني بيتلاعب. انتوا يعني بيلعب على الواقف، باص وهات وخد وحط وكعب وسروهات ودلع في دلع كده. الموضوع مش ثلاثة بس في نقطة عايز اشرحها مهمة قوي للمرة. يعني يمكن انا بقعد اعلق عليها وناس كتير عارفاها. يعني باسم مرسي مهاجم في كل الفرق اللي لعب فيها قصاد الزمالك ما بيحصلش اي هدف، بل واي انفراد او اي حاجه بيضيع. يعني ف فالتحول حصل من بعد خروج باسم الحراق، باسم الجميل، باسم ميرسي. باسم ميرسي يجيب الهجمه يضيعها للزمالك، ميرسي. الزمالك يقول له ميرسي. فده تحول. يعني متابع الماتش او بيفهم كوره هيلاقي ان الهجمه بتروح، مفيش اي روح، مفيش اي خطوره طول ما باسم موجود. مش مع البنك بس، مع كل الفرق اللي لعب ليها قصاد الزمالك مفيش، وانفرادات بتضيع. فالتحول حصل من بعد التغيرات. طب نرجع البروف. طب نعمل ايه؟ طيب نجيبه مستشار، نجيبه. لا بلاش مستشار عشان مستشار يزعل وهو راجع من السجن، فكفاره ريس. فانت دلوقتي يعني هتعمل ايه؟ انت خامس دوري، انت خرجت من رابطه، انت خارج من افريقيا، انت خارج نطاق الخدمه، انت دايما مش هتتكلم عن نفسك، هتشوه الفرق التانية. انت السواد اللي جوه قلبكم عمره ما بيسعفكم. واحد زي الزملكاوي اللي هو اصلا كان هيموت ويبقى اهلاوي زمان، او دي ناوي اعمل بيها حلقه، ان كل اللي ضد الاهلي او محروق من الاهلي او بيتكلم بعصبيه وعنده نار وحقد من الاهلي هو مطرود الاهلي. هو كان نفسه يروح الاهلي وما قبلش، وازاي الاهلي ما ياخدوش، فدايما الزمالك بيستقبله. طيب خروج من كاس الرابطه بثلاثه. طب ما كده البروف كويس، البروف كان بيخسر واحد، اي نعم خسر، بس نعمل ايه؟ طب رجعنا مش شرط نرجع البروف ونعيد الاحداث ونظبط. عايز اقول لك يعني الماتش متظبط لك. تحكيم حكم محدش يعرف اسمه، وفي الاخر كور، يعني 3 كور، 3 اجوان صحاح نضاف جمال. عشان النوايا، عشان انت مش فرقه، انتوا مش اداء وانتوا مش منافسين. بالعكس الايام الجايه انت هتطلع تتكلم على الاهلي وتلسن على الاهلي وتجيب اللي فيك للاهلي وهو دايما عقدتك الاهلي. آه، اللعيبه مش اللي هي. يعني ما تقوليش بقى مش صحيح يلعب في الزمالك، هو ده مستوى الزمالك طول عمره. انتوا لما كان عندكم بن شرقي وساسي واللعيبه اللي جابهم تركي آل الشيخ بفلوس قد كده، انت ما عرفتش تعمل حاجه. انا اديتك القضيه على فكره بالتقايل
بالاسطوره طارق حامد، بالبتنجان المخلل، بالايا كان، بسلطاتك، ببابا غنوجك، بشيكابالا الوهمي، بسياسي مش عارف تعالى فوق راسي، بن شرقي، بن قلبي، كل ده خد فوق دماغه. فانت يا سيدي مش منافس النهارده. خروج الزمالك وبيراميدز على يد البنك الاهلي وانبي. انبي اللي رزعه 2-0، رزع الزمالك 2-0، خرج بيراميدز دلوقتي، والبنك الاهلي اداله بالثلاثه، يا ابو 3-3 يعني. سلام.